بدلهاش في الكون. لكن الخوارزمي قال واحد، المرأة تساوي واحد. قالوا فكيف إذا كانت المرأة عندها دين تساويها؟ قال إذا كان عندها دين فلا تساوي أكثر من رقم واحد. قال وإن كانت صاحبة الدين جميلة، قال فضع صفرا على اليمين فتصبح المرأة ب10، يعني بدينها واحد، دين وجمال 10. قال فكيف إذا كانت غنية؟ قالوا ضعوا صفرا ثانيا فتصبح المرأة بكم؟ 100. قال وإذا كانت المرأة صاحبة حسب ونسب وصولة وجولة، قالوا ضع صفرا ثالثا فتصبح المرأة بكم؟ 1000. وكأن المرأة إذا ما دخلت عليها الدنيا ازدادت قيمتها. كلا والله ليس هذا المعنى. لكن الخوارزمي قال يا من تستهينون بالواحد، وضعنا الصفر الأول للجمال والثاني للمال والثالث للحسب والنسب، واستصغرتم رقم واحد التي تساويه المرأة. أخرجوا هذا الواحد من هذه المعادلة، فكم تساوي المرأة؟ أصفار. فيا من تبحث عن المال صفر، يا من تبحث عن الجمال صفرين، يا من تبحث عن الحسب والنسب أصفار دون المال. لذلك أحبابي الكرام رسالة أوجهها إلى الأخ العريس أحمد. إن فتاة مثل روان تركت أبا رباها وأما حضنتها وأخا رعاها، كان من حقها عليك أن ترى فيك حنان الأب وحضانة الأم ورأفة الأخ. لذلك أحبابي الكرام إن كانت من رسالتين وبهما أختم. أتحدث باسم والد العروس العم أبو محمد أحمد حفظه الله وإياكم. عندما طرق الباب طرق بابه، من بالباب؟ قال أنا أحمد أكرم عبيد. ماذا تريد؟ أريد أن أخطب ابنتكم روان. لما؟ قال أنا أحمد عبيد جاركم جار مسجد خالد بن الوليد. فماذا كان منه؟ أما إنك أحمد صاحب الخلق والدين فأنت أقرب قريب. خطب حبيب إلى قلبي ألا وهي ابنتي. طرقت بابي فلن أستطع لك ردا، ولن أجد في إسعافك ندا سأزوجك إياها، وهي أعز على قلبي منك وأنت ألصق بقلبي منها. أكرمها يا أحمد يعذب على لساني والحاضرين ذكرك، ولا تهينها فيصغر عنده والحاضرون قدرك، وقد قربوك مع قربك فلا تبعد قلبك عن قلبك. وإذ بالأم أم محمد يا أبا محمد من بالباب؟ قال هذا أحمد عبيد جاء لخطبة ابنتنا. فسر وجهها وانطلقت إلى ابنتها تهمس في أذنها أي بنية إنك ستخرجين من بيتك الذي فيه تربيت وعشك الذي فيه درجت إلى بيت لم تألفيه وزوج لم تعرفيه. أوصيك بالسمع والطاعة والطيب والتطيب، تفقديه عند طعامه وشرابه ومنامه، تكوني من السعداء، كوني له أمة يكن لك عبد. لذلك أما الرسالة الأخيرة أيها العريس الألوف وكلكم تنظرون إليه، كل من ينظر إليه يحبه، فكيف بخطيبته؟ أيها العريس الألوف يا من أنفق في عرسه من الدنانير الألوف حتى لا ترى من روان العذوب، أوصيك بقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. أما دعاء الحاضرين إليك هو دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعلى خير وعلى هدي الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعلن حفل إشهار الأخ العريس صاحب الدين والخلق أحمد بن أكرم بن عبد القادر عبيد على صاحبة الطهر والعفاف والزينة روان ابنة باسل بن مصطفى أحمد. سيدنا المولى عز وجل أن يكلل حياتهما بالسعادة والهناء، وأن يكرمهما بالذرية الصالحة التي تخدم الدين والوطن والقضية. وصل اللهم وسلم وبارك على رسول الله، والعقبى عند من أحب، والبقاء في أماكنكم حتى يوزع الإخوة الحلوى وبارك الله.